ينفع تحط شويه فول في الطبق ده؟ يا باشا ينفع يا باشا، ما ينفعش ليه؟ اللي انت عايزه. بس المشكله، بس انا عايز اقول لك على حاجه. اللي انت عايزه يا باشا انا عمر يا بصراحه باشا. بس قبل ما تعمله انا معيش ولا جنيه. يا عم ما بشيلش هم الفلوس، وقف ايه عشان عمال ايه؟ معاك فلوس يا باشا، كل ما معاكش برضه كل. يعني عادي مفيش اي مشكله. لا يا عادي باشا عادي. هتفطر هنا ولا هتفطر بره؟ لا انا بس كنت هاكله في اي جنب وجه، حتى لو هاكله يا في وجه باشا حافي يعني. وتقعد هنا يا باشا واتعامل معاك الصح، مالك؟ يعني عادي طيب. عادي يا باشا والله عادي. يا باشا اسمعني بس. يا باشا اللي انا بقول لك عليه اسمعه، اسمع انت مني. المشكله معيش ولا جنيه. شويه اطباق، اطباق يا باشا، اطباق بيه بسرعه بعد اذنك. طب انت تعمل ايه طيب؟ يا باشا اللي اعمله لك كله، طالما معكش فلوس اجدع من اللي معاه فلوس. معكش والله فلوس مش يا عارف باشا، أقول لك اجدع من إيه اللي معاه فلوس. الله ينور عليك يا باشا. انت هتعمل لنا كل يا ده؟ باشا افطر وخلي مزاجك حلو وما تشيلش هم اي حاجه. والله مش يعني اللي ما عارف. معهوش يموت يا باشا. انا كده جاي عليك برضه. يا باشا الدنيا بخير، كل ده سيبها كتير. لله. يا باشا بتزيد، عمرها ما قلت والله، والله عمرها ما قلت، وانا عارف انا بقول لك ايه. ربنا يخليك، والله مش عارف اقول لك حبيبي. ايه. معاك حد ولا لوحدك؟ لا وانا بس انا وابني الصغير واقفين يا في جنبي باشا هنا. انت وابنك يا باشا 4 رغيف هم يا باشا، وخلص واللي انت عايزه خده يا باشا، اللي انت عايزه كل حاجه شكراً. موجوده. مش عارف اقول لك ايه الله والله. يبارك لك حبيبي. تمام. ارفع يا بيه، ارفع يابا. يعني عادي. يا عم عادي يا باشا، وفي اي وقت يا باشا انت احتجت اي حاجه انا موجود. طب بص قول لي طيب حسابهم كام؟ يا باشا لا اله الا الله. عشان لما اشتغل وربنا يكرمني. يا باشا صدقني دي اللي دايما، كل حاجه رايحه، دي اللي دايما. ربنا يخليك، والله مش عارف اقول لك الله ايه. يوسع عليك، صباح العسل، وفي اي وقت يا باشا احتجت اي حاجه انا موجود. ماشي يا باشا، شكرا. حبيب قلبي. طب انا عايز اقول لك على حاجه طيب. هو امر يا باشا. بس مش عارف، حاسسك هتزعل مني. لا يا عم ما فيش حاجه تزعل. مش هتزعل اعمل مني لك طبق يعني؟ كمان. لا والله كده يا عم كله طبق تمام. كمان، لو انت عايز طبق كمان اعمل لك. يا عم والله كله تمام. بس انا مش عارف اقول لك والله بجد يا على عم الموقف لا يا عم الجميل اللي ده. انت عايزه قوله يا باشا، انا معاك يا باشا. بص انا عايزك تبص هنا كده. بص عليه. انا لابس شنطه هنا اهي. في موبايل طلع منها. انا كده كنت بصور معاك فيديو. لا اله الا الله. تجربه اجتماعيه. اسلام. هو مش عارف. هو ده اسلام اللي معاك؟ اه. ابنك الصغير؟ لا ده صاحبي. انت ابنه الصغير؟ انت يا عم اسلام؟ طب انا ابلكوا يا عم اسلام، هتاكلوا الصينيه وعلى حسابي. ازيك يا باشا؟ انا ابلكوا يعني. عامل ايه؟ الحمد لله والله. شكرا على الموقف والله الجميل يا ده. عم سيبها على بالك انا الله. كنت معدي صدفه والله، يا لقيتك باشا. واقف وقلت اما انزل اصور معاك. يا باشا ده مبدا انا ماشي بيه في حياتي. الحاجه دي بص عمرها ما بتقل، دي بص بتزيد اضعاف، عشرات الاضعاف. طب بص انت برضه عشان طلعت راجل محترم معايا، يا انا عايزك عم. برضه تقول لي عنوانك للناس عشان الناس اللي بتتفرج علينا برضه تجيب. يا عم الله يبارك لك، انا اصلا مش شرقيه بس قاعد هنا. قاعد في المنصورة. قاعد هنا في عزبة شوا مركز المنطقه. وانا عايزك تقول لي عنوانك هنا، المكان هنا بتاع الشغل. المكان ده سكه صندوق قدام بنك مصر، ماشي، قدام بنك مصر. امام بنك مصر يا باشا، منصورة. في المنصوره. طب كل الصنادة ده بحب نذيعه عادي. يا باشا مفيش توكل على مشكلة. الله، توكل على الله، بس ماشي. انت واجبك كده لا، في قول لنا الاول. بقى بص يا باشا حسابك معاك ايه طيب؟ فلوس ما معكش فلوس، هي اتعملت وطلعت لله. ماشي من الاخر. انت برضه قول لنا حسابك يا باشا. لا 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 يا باشا تفطر وعلى